انا قررت اتجوز، اخر قرار، والعريس جاي بكره. ايه اللي انت بتقوليه ده يا اما؟ انت فين اتجننتي ولا ايه؟ ازاي ماما بتقولي الكلام ده؟ انت خرفتي ولا اتجننتي ولا ايه ظروفك؟ كده ماما بتهزري. احفادك اطول منك يا ماما. انا دلوقتي نورين بنقلها عريس. ده قراري. ايه اللي انت بتقوليه ده يا اما؟ في ايه؟ انت بتكبري وتخرفي. يا ماما انت بتهزري، ما تهزريش يا ماما بقى، ما تبوظيش شكلي قدام اهل جوزي. تخليش الناس تعايرنا وتعايب علينا. وانا لما تجيبي بقى نونو صغير كده الناس هتقول لي بص امك قد ايه وجايبه عيال. احي هدخل انا وانت عمليات واحده؟ استعر منك انا الوقت ده هرميك في الشارع ماليش دعوه بيك. انت تستعر مني انت كنت فين يا حبيبي؟ بقالك 3 شهور. كنت فين في 3 شهور دول؟ رفعت سماعه التليفون وقلت لها عامله ايه يما؟ مش هقول لك عايزه حاجه لان انا اللي عندي ساترني. فكرت تقول لي عامله ايه يما؟ يما ما انت عارفه يما اللي انا متجوز جديد بقى ما ينفعش نخرج وكده والشغل بتاعي ومتاهات. هعمل لك ايه؟ هاجي لك افضل كل شويه اجي لك. طب هسالك سؤال بما يرضي الله، وانت في الشغل ما بتتصلش تسال على مراتك العريس الجديد؟ بتصل يما. كم مره في اليوم؟ مش ياما، هم 3 4 مرات. لو افتكرت مره. هي مش فاضي يما، مش فاضي. يا سلام. ولكن اللي انت بتقوليه ده مش هيحصل. لو بص اعمل فيكم ايه باللازم. وتعمل ايه يا ولد؟ في شرط واحد اللي هقوله. عايزه تتجوزي هنستعر منك كلنا وتروحي اللي معاكي ده انا لو شفت اساسا هنقتله. طب مش هتفرق معايا انت وانت يا حبيبتي. يا ماما عيب اللي بتتكلمي فيه، الناس هتعايرنا يا ماما. هتعايرك بايه؟ تقول لك لما اتجوزت؟ اه طبعا عيب وما يصحش. وقولي ايه لاهل جوزي انا؟ ما انا هقول لك تقولوا لهم ايه؟ قولوا لهم من شهر جارتنا اللي ساكنه في وش امي قالت لامي كفت عناية. قلت لها مش فاضيه، راح اصيف مع جوزي. ايه ردك يا استاذ دعاء على امك؟ انا مش عارفه اقول لها ايه. ما هي انا قلت لها جارتنا قالت لها الحق امك في العنايه المركزه، تعالي يا سماح. قالت لها انا طالعه شرم مع جوزي اقعد اسبوع. عادي تطلع مع جوزها. انت ما قلتيش ليه يا سماح؟ تطلع بعدين هفهمك بقى، اسكتي مش وقته. تطلع. ما قلتلهاش ما تطلعيش. الست مش كنتش عايزاها تجيلي ولا محتاجه منها ولا منكم حاجه. ترفع سماعه التليفون انت متي ولا حاجه؟ ده مبرر يا ماما؟ بقول لك يا سماح هي عندها حق، وبعدين لازم يبقى لها ونيس برضو. وانت برضو. نهار اسود. بتقولي بنتك بتدوري لها على عريس. الدروس يا ماما ولاد. يا بنت انا ما بقولكيش على الدروس. اتصلتي بالمدرسه كم مره عشان تساليها على مستوى بنتك؟ يا ماما ردي عليا. انا عارفه ان انا غلطانه والله، بس والله يبقى ما انتوا غلطانين. انا مش غلطان يا بتتدخلوا فيا ليه؟ عيالي بتتحكموا في حياتي ليه؟ فكروا في غلطكم قبل ما تفكروا فيا. خلاص طيب ما تزعقيش كده طيب، بس عشان السكر ما يعلاش. ما انتوا لو خايفين على السكر ولا على الصحه كنتوا فكرتوا تيجي تسالوا عليا. ده انتوا 3 بسم الله ما شاء الله. 3 بسم. لو كل واحد عمل رنة مكالمة احس بروحي انني ام وعايشه. لو كل واحد يفكر يجي لي يوم في الاسبوع ساعتين، مش بقول له تعالى اتغدى ولا هات لي غدا، ساعتين. عامله ايه يا ماما؟ هشرب معاكي الشاي ونازله عشان رايحه الدرس بتاع بنتي. عامله ايه يا ماما؟ انا رايحه جوزها عند حماتي مش عايزه. عامله ايه يا ماما؟ انا رايحه اودي مراتي الجيم. ما هم البنات اللي المفروض كانوا يجوا انا في الشغل. لا ما تقوليش البنات يجوا ولا لا. انت مش ابني زي ما هم اولادي. ده انت بيقول لك الولد ذكر، الولد سند لامه. ده ماشي ورا مراته، ده ما بيسالش على حد اصلا ولا حتى بيسال على اخواته. ازاي؟ ده انا اول مره اشوفك يا جدع من 6 شهور. حلو فيك يعني ان انت بتسالي. ايوه انا دلوقتي مش مشكلتكم اللي بيسال واللي ما بيسالش واللي فاضي واللي مش فاضي. ده قرار ان انا هتجوز. خلاص بصي يا ماما انا متفق معاكي اتفاق. قولي يا حبيبه امك. الاسبوع فيه كام يوم؟ اسكتي يا دعاء. اسمع يا حبيب امك 7 ايام. اصبر بس يا محمد اصبر. اه الاسبوع فيه كام يوم؟ 7 ايام. يبقى كل واحد هيجي لك يقعد معاكي يومين، ويوم بتاع الجمعه ده كلنا نتجمع معاكي. طب اقول لكم على حاجه حلوه. قولي يا حبيبتي. اما عشان انت ما تتجوزيش برضو الناس يعني تعيرك. كده انت فكرت في امك؟ لا انا خايفه على شكلك الاجتماعي. اللي انا بقوله ملوش دعوه بالناس، اللي بقوله عشان هي احساسها، انا ماليش دعوه بالناس. بس يا دعاء انت مالكيش دعوه. انت يا دعاء انت في ايه مالك؟ طب انا عندي حل. قولي يا حبيبه امك يا اختي قولي. اتجوزي يا ماما براحتك، واحنا برضه هنيجي ونزورك كل يوم. يا اختي اسمع الله اسمعي يا عليك. بنتي انت عبيطه. بالراحه بقى يا محمد، ما احنا غلطانين في الاول. بصي يا قولي يا حبيبه سيبك امك. من اخواتي. أيوة. ما يعرفوش اي حاجه. اه ما يعرفوش منظر اساسا قدام الناس هيوجع. ايوه الشكل الاجتماعي. بصي يا أما، نعم. مش عايزك تزعلي مننا برضه.
ليك عليا، انا هاخدك عندي طوالي، وهم لو عايزينك يومين ولا 3 بيروحوا ولا عندهم. بس يعني ما تعمليش كده، انت طب. يعني مش شايفه نفسك كبرت يوم؟ لا مش هقول لك حاجه تانية. دلوقتي انت بتقول لي هاخدك عندك، لما لقيت هتجوز مش واخدني عندك عشان هتجوز، انت واخدني عشان البرستيج بتاع المدام. ما خلاص بقى يا محمد، هي قاعده في بيتها معززه مكرمه واحنا واللي معاها. عايزني يجي لي. ماشي يا ماما، خلاص بصي اتجوزي واحنا برضو هنجيلك زي ما قالت سماء. ايوه يا حبيبتي المهم هتجوز. تكوني مرتاحه. وانت يا حبيبي ايه رايك هتجوز؟ انا مش راضي مع الكلام ده. ما خلاص بقى يا محمد. انا قلت لها ناخدها عندي. هقول لكم حاجه يا ولاد، قولي يا قولي ماما. يا حبيبي. انا مش عايزه اروح عند حد، لا عايزه اروح عند محمد ولا اروح عند ده، انا مش عايزه حاجه ولا هتجوز. بجد؟ لا طبعا، مالك الكلام اللي قلتيه ده يا امي؟ عشان تحسوا بيا زي ما شيخة. بحسوا بيكم. عايزاكم تسالوا عليا. حقك ما عليا. تسالوش عليا. ساعات بنام طول الليل مع نفسي، والله ساعات ما قادره اقوم كوبايه الميه عشان العلاج. انا ما عايزه اسمع صوتكم بس اطمن بيكم واطمن عليكم. معظم وقتكم تليفوناتكم مقفوله، شك كده فيكم ان كل واحد جايب خط غير الخط اللي انا اعرفه. يا حبيبتي لا. حقك عليا، حقك عليا. بس الموضوع كله اللي انا خلاص ما تزعليش ما بقى. كنتش واخد بالي منك فعلا يعني، بس والله هتلاقيني بعد كده تحت رجلك، وهتلاقيني كل يوم عندك. ايه يا دعاء؟ خلاص بقى يا ماما والنبي. بقول لك ايه، بصي انا في ايدي ان انا اقول لك تعالي عيشي معايا على طول، بس مهما كان هاني غريب عنك، فانا بالنسبه لي ما ينفعش اعيشك مع حد غريب. وانت يا قلبي ما اقدرش استغنى عنك وهجيلك كل يوم. يا حبيبتي انت وانت حبيبتي. وانت يا حبيب امك. انا بقول لك اما هتلاقيني كل يوم هنا، واجيب كمان العيال والمدام اللي انت بتقولي عليها ده، البرستيج. وهتلاقيني جاي لك كده قاعد معاكي منزل عليكي. انا مش عايزه. روقي بقى يا لوزه. وهقول لك حاجه، يعني انت لو تقدم لي عريس بصح، هو انا كنت هوافق بعد المرحوم ابوك؟ تنفخوا. تنفخ بيا ولا وانا ولا بعد ابوك ابدل السبع بالقرد. ايوه كده يا بنت، ايوه كده. انا هتلاقيني كل يوم عندك يوم. ربنا يرضى عليكم. ربنا يخليك لي. طب راضيه يا ست الكل دلوقتي؟ ربنا يرضى عليكم. ويخليكي لينا يا حبيبتي، ما حرمناش منك ابدا. انتوا هتمشوا وتسيبوني؟ لا. طبعا. طب اسمعوني. قولي عايزه ايه تاني؟ انتوا هتمشوا وتسيبوني؟ كل يوم واحد يرن عليا رن. لا كلنا هنرن عليكي كل كلنا شويه. هنقول. ربنا يخليكم ليا ويحميكم. جوزيك بقى. طب وانت مالك يالا؟ انا لسه في عز شبابي.